مساء الخير، برحب بكل مشاهدينا. حلقة جديدة من طعم البيوت، حلقة يوم الثلاث، حلقة يوم 8 مارس. النهاردة يوم المرأة العالمي، بنحتفل كلنا بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية اللي بتحققها المرأة كل عام في نفس هذا التوقيت. والحقيقة أنه ده بيرجع ل يعني سنوات طويلة مضت. يمكن الشعلة الرئيسية كانت من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1850 لما العاملات قاموا بمظاهرات. بعدها بحوالي 50 سنة قامت مظاهرة أخرى أيضا في نيويورك، وكانوا بيطالبوا بتقليل عدد ساعات العمل بالنسبة لعاملات النسيج تحديدا، ومسكوا في إيديهم خبز وورد، وكان شعارهم خبز وورود. كمان طالبوا بأنه عمالة الأطفال تختفي أو تقل وتمنع تماما، وطالبوا كمان بحق المرأة في الانتخاب. فضلت المحاولات الكتيرة من جانب كتير من السيدات في أوروبا وفي دول كثيرة، لغاية لما منظمة الأمم المتحدة عام 1977 أعلنت أو أصدرت قرار بأن يوم 8 مارس هيكون كل سنة هو يوم خاص بالمرأة، يتم فيه الاحتفاء بهذه المرأة وبإنجازاتها زي ما قلت الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية. ومن هنا كان احتفالنا النهاردة بيوم 8 مارس. والحقيقة أنه كمان يوم 8 مارس منظمة اليونسكو هذا العام أعلنت أنه الاحتفال هذا العام هيكون تحت شعار المساواة بين الجنسين في وسائل الإعلام حتى عام 2030. يعني إن شاء الله على 2030 هيكون في مساواة بين الجنسين في وسائل الإعلام. كمان عايزة أقول إنه اتحاد إذاعات الدول العربية انضم لهذه الحملة وبيشارك فيها، واللي بدأت من بداية مارس وبتمتد معانا طوال هذا الشهر. النهاردة الحقيقة كمان يعني هو بكرة ساعات قليلة، لكن احنا النهاردة كمان بنحتفي معاكم بيوم الشهيد يوم 9 مارس. تحية طبعا لأرواح شهدائنا. ويوم الشهيد كان رمزه الشهيد عبد المنعم رياض، اللي قدم روحه وقدم معاه كتير، ولا زال الكثيرون يقدمون أرواحهم في سبيل هذا الوطن. الحقيقة انه يوم الشهيد من الأيام اللي يعني بتفكرنا مش بس بالشهداء، بتفكرنا بأمهات الشهداء، بزوجاتهم، ببناتهم، يعني بتفكرنا برضو بالمرأة المصرية اللي بتقف وبتصمد وبتستطيع ان هي تواجه اي صعاب بتواجهها في حياتها. احنا معانا على التليفون سيادة اللواء نصر سالم الخبير العسكري. مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء الخير. يعني النهارده واحنا بنحتفل قبل ساعات قليله من يوم الشهيد، بنحتفي بكل شهيد وعارفين ان احنا شهداء الوطن الحقيقه يعني هم احياء عند ربهم يرزقون، لكن النهارده احنا الوطن برضو بيمر بظروف صعبه، وعارفين ان احنا كل يوم بتسقط شهداء كثيرون، لكن بالتاكيد انه دماء هؤلاء الشهداء لا تذهب هباء ابدا. شوف حضرتك، انا هقول لك على حاجه. يعني طبعا الاول بنحيي ذكرى كل شهداء مصر الابرار، وذكرى الشهيد العظيم عبد المنعم رياض. ده كان اكبر رتبه رئيس اركان حرب القوات المسلحه، بيستشهد على الخط الاول، يعني لا يفصله بينه وبين العدو الا عشرات الامتار. صحيح. بيستشهد هذا القائد العظيم وهو وسط جنوده بيدير نيرانه على العدو. ده مثل. انما الاهم بقى النهارده، واحنا ليه بنحتفل بيوم الشهيد؟ يوم الشهيد الاحتفال به هو عامل ردع لكل اعداء مصر، لكل من يفكر ان يسلب مصر حق من حقوقها. بنقول له احنا أمة شهداء، احنا جيشنا عقيدته حاجه واحده، النصر او الشهاده، اما ان ننتصر واما ان نستشهد، ليس لنا سبيل اخر إلا هذا. هذه العقيدة القتالية هي اللي بتردع أي عدو لينا، خليه يفكر بدل المرة 10 قبل ما يفكر. ألو. طيب احنا للأسف يعني فقدنا الاتصال، لكن طبعا فعلا يعني كلام حضرتك دخل القلب، وبالتأكيد انه شعر به كل من يتابعنا الآن، لانه فعلا كل شهيد بيقدم روحه، او حتى كل جندي بيبقى عارف ان هو ممكن يبقى في لحظة شهيد.
فتحية ليهم، تحية للي استشهدوا، وتحية لكل ضابط يعني واقف في أي مكان في أي بقعة من أرض مصر بيحمي هذه الأرض عشان إحنا نقدر نعيش في أمن وسلام وننام ومرتاحين. ويا ريت الناس تاخد بالها، ويا ريت الناس تعرف قيمة جيشنا القوي والباسل، وتعرف وتبص وتشوف حوالينا الدول الأخرى اللي بتعاني من سقوط الجيوش العربية، قد إيه الشعوب بتعاني بشكل كبير جدا. ربنا يحمي كل ولادنا سواء جيش أو أبناء الوطن. خلونا نتوقف مع أول تقرير معانا في حلقتنا النهاردة. وأنا بس نسيت أقول لكم كمان إنه إحنا النهاردة من خلال طبعا احتفالنا بيوم المرأة العالمي هيكون حديثنا حول رابطة قلب مصر، وهيكون معانا مجموعة من أعضاء أو عضوات هذه الرابطة. هيكون معانا دكتورة رشا خاطر المنسق العام للرابطة، دكتورة ميسة علي الدين محمد نائب المنسق العام، وأستاذة أماني سعد الدين سالم سكرتير عام الرابطة. خلونا نروح بسرعة لتقرير. التقرير ده خاص بمنظمة المرأة العربية اللي بترأسها سعادة السفيرة ميرفت التلاوي، واللي الحقيقة قدموا رسالة إلى المرأة العربية بمناسبة احتفالنا بيوم المرأة. الرسالة دي خاصة بالتخلص من الصعاب والمشاكل اللي بتواجه المرأة بشكل يومي، واللي بتعاني منها الكثير من السيدات في المنطقة العربية. نشوف هذه الرسالة ونرجع على طول. المرأة المصرية اكتشفت نفسها وأصبحت مهتمة بالشأن العام في الدولة، بتتكلم في كل الموضوعات مش بس في قضاياها الشخصية. فأنا بتمنى أن الاهتمام ده يستمر مع المرأة وتبقى عنصر فاعل في كل مجالات النشاط الدولة. اللاجئين من السهل أن يقف الإنسان هنا وأن يعطي كلمات، ولكن الدعم الحقيقي هو في تسليط الضوء على قضية المرأة في العالم الدولي ومساعدتهم من خلال جميع المنظمات الموجودة. الإعلام مهم لنشر هذا الوعي. كل مرأة في العالم بخير، ويكون عندها العزيمة وتكون متفائلة، وأن لا تنزل من معنوياتها أبدا. وأتمنى لها دائما ولنفسي الحرية في اتخاذ جميع القرارات. كل مشاهدينا، ومعانا على التليفون دكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي السابق وعضو المجلس القومي للمرأة. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، كل سنة وكل السيدات بخير دايما، وحضرتك بالصحة والسلامة، والمجلس يعني اللي احنا بنضع عليه عبء ومسؤولية كبيرة، يا رب يكون بألف صحة وبألف خير وبإنجازات كتيرة إن شاء الله. وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم وحسن ظن سيادة الرئيس اللي قال علينا عظيمات مصر كسيدات، يعني كل تمام. السيدات مش المجلس فقط، وأيقونة العمل الوطني. تمام. طيب قولوا لي، يعني احتفالكم بالمرأة هذا العام بيأتي في شكل ايه؟ هو طبعا هيكون في تكريم، بس في يوم المرأة المصرية هيكون في تكريم لبعض النماذج المشرفة. هناك نماذج كان عندها أمية ووصلت لدرجة انها تخطت مرحلة التعليم، وصلت للماجستير، وفي وصلوا إلى مديرين إدارات. جميل. في السيدات اللي هم خدوا جوائز علمية، في المبتكرات اللي عملوا ابتكارات، في الرياضيات، وفي من ذوي الاحتياجات الخاصة الرياضيات اللي خدوا بطولات.
فبنجمع ده كله علشان في يوم المرأة العالمي ان شاء الله، يوم المرأة المصري ان شاء الله 16 بقى ان شاء الله. طيب دكتور، خليني اسال حضرتك، يعني احنا ما شاء الله انت قلت لنا طبعا يعني دي امثله من النماذج المشرفه والمشرقه في مجتمعنا كسيدات. لكن هي الفكره انه النماذج دي يمكن انتم بتكرموهم واحنا بنحتفي بيهم فتره من الوقت، بعد كده ما بيظهروش، احنا عايزينهم دايما يبقوا ظاهرين. ده حله ايه او ازاي؟ ده احنا لازم نسلط الضوء على النماذج الناجحه، لان دي بتدي امل لكل الناس، يعني مش بس عمليه تكريم، هي عمليه صوره مشرفه. في الحقيقه كمان انا عايزه اقول لحضرتك برضو غير التكريم، ان احنا يوم 4/4 في مؤتمر هيتعمل علشان سرطان الثدي. لان 30% من السيدات من المرضى اللي بيجونا في المعهد القومي للأورام بيكونوا مصابات بسرطان الثدي. فهنركز على برضو ايه اهم الحاجات اللي وصل لها العلم والعلاج اللي في المعهد القومي للأورام، ايه احدث العلاج، ايه الخدمات اللي للمرأة بالذات في مجال الأورام، والمستشفى اللي هي تبع معهد القومي للأورام اللي في التجمع دي برضو هنلقي عليها ضوء. في هنروح سينا برضو في جنوب سينا في احتفال بعيد سينا، وفي نفس الوقت هيكون في النماذج المشرفة من السيدات اللي هم عاملين صناعات صغيرة ومعيلات، برضو هنسلط الضوء عليهم. هيكون عندنا بقى دور للبحث العلمي في تنمية مشاريع السيدات على طرق علمية. أو السيدات اللي عندهم أبحاث علمية إزاي نوصلهم إلى إنهم يكون عندهم المهارات اللي تقدر توصلهم إلى إنتاج المشاريع بتاعتهم. أكيد. في برضو بالنسبة للجنة السياسية إزاي المحليات، حضرتك عارفة إن إحنا داخلين على انتخابات محليات، فإزاي السيدات يقدروا يرشحوا نفسهم ويكون ليهم دور فعال في الخدمات في المحليات. يعني كل لجنة من المجلس هتعمل دور معين. طبعا احنا لسه في بداية الدورة بتاعة المجلس، لكن حطينا في بعض اللجان حطت الخطط وهنبتدي ندرسها علشان نطلع بيها لخدمات على أرض الواقع. تمام. يعني احنا منتظرين طبعا هذه الانجازات، او يعني نقول ان انتوا تحققوا كل اللي انتم مخططين له ان شاء الله، ومستنيين اكتر لان احنا طماعين وحاطين زي ما قلت عبء ومسؤوليه كبيره على عاتق المجلس، وعارفين انه المجلس القومي للمراه ان شاء الله هيحقق لنا كتير من احلامنا ومن طموحاتنا. يعني شكرا جزيلا طبعا دكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي السابق وعضو المجلس القومي للمرأة. نروح معاكم دلوقتي نستمتع شوية بمجموعة من اللوحات الفنية من خلال هذا المعرض الفني، ونرجع على طول عشان نستقبل ضيوفنا ونبدأ حوارنا. موضوع المعرض انا مسمياه from here and there او من هنا وهناك، على اساس ان انا ما كنتش ملتزمه بتيمه واحده بس في المعرض، كنت بحاول اتعرض لتيمات مختلفه قوي، وكنت بالنسبه لي موضوع المعرض ده كان شويه مديني مساحه من الحريه المطلقه، بجرب فيها موضوعات مختلفه، بجرب فيها تقنيات مختلفه. اول مره بالنسبه لي كنت اشتغل بالفحم، يعني بشتغل او اطلع عمل فني خلصان بالفحم. الحاجة التانية اللي أنا كنت برضو ناوياها من قبل ما ابتدي المعرض إن أنا بتعامل بمنطق يعني المعرض كان كله في البداية هيبقى سكتشز بس، أفكار، بحيث إن دايما السكتشز دي بتطلع كل القوة التعبيرية أو كل الشحنة التعبيرية بتاعة الفنان مرة واحدة. أهم حاجة إن الفكرة اللي جوه الفنان بتطلع شحنة واحدة على مسطح الورقة، فما كانش هاممني إن أنا أبقى مقدمة أعمال منتهية بالصورة المتعارف عليها. بس ده كان يعني كان ورا اختيار تيمة المعرض from here and there. طول عمري شغلي مهتمة بالمرأة وجسد المرأة، تمام، كل شغلي. يعني اول مرة ابتدي الاقي اللينك ما بين جسد المرأة شوية والرياضة، وانا دايما بتعامل مع جسد المرأة الممتلئ المترهل.
اول مره كنت اشوف اللينك ما بين جسد المرأة وما بين رياضة السومو اليابانية، فابتديت اتعامل مع الاجساد بتاعه الرياضيين اللي بيلعبوا الرياضه دي على انها زي ما تكون عجينه لينه شويه. الصوره تحسي انها هل هي رياضه ولا هل هي ناس بتتخانق ولا هل هي فيميل فيجرز ولا هي احيانا فيميل فيجر مع جسم رجل. هتلاقي في الشغل في كذا مدرسه، هتلاقي شويه في حاجات سريالي، هتلاقي في بعض احيان اجزاء ابستراكت او تجريد، بس هتلاقي الطاغي على الاعمال اكتر عندي القيمه التعبيريه. يعني انا اقدر اقول ان انا منتميه اكتر للمدرسه التعبيريه. الحاله النفسيه للفنان بتطلع من غير هو في اللا شعور، بتطلع من خلال الشغل، بتطلع في اللاينز، تطلع في الانطباع العام بتاع الصورة. هتلاقيني لو أنا في صورة المود بتاعها هادي، هتلاقيني أنا وأنا بشتغلها كان مودي هادي. لو في صورة فيها حالة التردد أو حالة الغضب أو كل الحالات دي بتبان قوي في الخطوط وأنا بشتغلها. أو مش أنا بس، يعني أي فنان حالته النفسية أو الخطوط بتاعته بتعكس حالته النفسية وهو بيشتغل. مرة تانية مع كل مشاهدينا، وبنرحب بضيوفنا اللي النهاردة هنحتفل معاهم ونحتفي بالمرأة. يمكن النهاردة يوم المرأة العالمي، احنا خلال أيام يوم 16 إن شاء الله هنحتفل تحديدا بقى بالمرأة المصرية وبإنجازاتها، لكن ده ما يمنعش طبعا إن احنا النهاردة هنتكلم عن أمور كتيرة خاصة بالمرأة المصرية، وخصوصا رابطة قلب مصر اللي بيمثلها طبعا العضوات اللي موجودين معانا، واللي برحب بيهم دكتورة رشا خاطر المنسق العام لرابطة قلب مصر، وهي مدير عام ايضا بقناه الاسره والطفل، زميله يعني عزيزه. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيكي، انت اللي منوره والبرنامج منور. كمان جنب حضرتك الكاتبه الصحفيه استاذه اماني سعد الدين، وهي سكرتير عام الرابطه. برحب بيكي معانا. اهلا بحضرتك يا فندم. وشمالي استاذه ميسه علي الدين محمد، مدير عام في مستشفيات جامعه عين شمس، وهي نائب المنسق العام. اهلا بيكي. اهلا بيكي. ربنا هبدا دكتوره رشا ورابطه قلب مصر. هي رابطه قلب الوطن قلب مصر، احنا واخدين الاسمين الاثنين على اساس ان مصر قلب العالم وقلب الوطن قلبنا كلنا. صحيح. فمصر يعني في قلوب كل المصريين. قولي لنا بقى، يعني احكي لنا عن الرابطه شويه وعرفينا. بصي حضرتك، احنا مجموعه من خريجي اكاديميه نصر العسكريه. الدوره 6 استراتيجيه امن قومي 5 و6. اماني 6 واحنا 5. تمام. فجمعنا بعض وعملنا رابطه، قلنا احنا لازم، يعني عارفه الدراسه بتاعتنا كانت حلوه قوي، فقلنا نعمل ايه، لان حسينا قد ايه البلد محتاجه ان احنا يبقى في مسانده، وخصوصا في الجو اللي انت شايفاه دلوقتي. قلنا لا، نعمل رابطه ونعمل حاجه، واحنا بقى لنا سنه شغالين. قلنا نخدم البلد ونساعد فيها. مصر محتاجه كلنا نبقى جنود نازلين في الميدان بنساعد فيها. طب كويس انتوا عندكم كمان يعني الجانب العسكري ده. لا، احنا اخذناه من هناك، واخذنا، يعني مش قادره اقول لك الاكاديميه دي صرح رهيب يعني. تتعلمي حاجات عمرك احنا بنحب مصر، لكن هناك بقى معمل ازاي تحبي مصر. الله. معمل بتفريغ، ازاي تحبي البلد، ازاي تقولي مصر دي ايه، هتعرفي كميه يعني ده المؤامرات بالظبط كده. كميه انت بقى عايزه تحمي بلدك. يعني انت طلعتي من الاكاديميه تبقي انت عايزه تحمي مصر. طيب اماني، قول لنا يعني فعلا ازاي استفدتوا بقى من اللي انتوا درستوه في اكاديميه ناصر في ان انتوا تقدموا خدماتكم دي من خلال الرابطه؟ طبعا احنا في اكاديميه ناصر اولا احنا الصرح عسكري. التعامل كان من كل فئات المجتمع، مش بس العسكريين، يعني كان معنا اساتذه في دكاتره في كليات مدنيه. الفكره كلها ان احنا عاوزين نعرف ازاي نأمن مصر. تمام. احنا بنحب مصر. بس ممكن حد فينا يتصرف تصرف او يقول لفظ يسيء لمصر او يضر امنها القومي. فده كان الف باء امن قومي
واستراتيجيه بالنسبه لنا كشعب. احنا وبعدين بقى احنا طبعا كل واحد فينا بيحاول بقى يوسع نطاق الدراسه اللي درسناها مع العيله، مع الاصدقاء، مع الاصدقاء على الفيسبوك، الكلام ده. انت كمان كصحفيه اكيد كان ليكي دور يعني اضافي بقى اعلاميا، يعني التواصل مع وسائل الاعلام يعني. بالتاكيد، لانه كمان احنا كمان كمجموعه احنا كنا في دوره 3 كمان، دفعه 3 استراتيجيه امن قومي، كونا حاجه موقع الكتروني اسمه المواطن الاستراتيجي. ايوه. ده كان بناء على شرح معين اتشرح لنا في الاكاديميه عن شخصيه العريف الاستراتيجي شكلها ايه. ومن خلال الشرح ده قالوا لنا انت ممكن تبقي مواطن استراتيجي. يا سلام. فمن هنا بقى عرفنا ايه بقى اللي شفنا بقى كل بقى بمعنى مواطن استراتيجي. انا دلوقتي هاخد قرار يخص مثلا مصر. القرار ده هل هيبقى بيعود بالنفع على مصر ولا هيضرها؟ طب لو هيعود لو هيعود بالنفع يبقى اكيد هاخده على طول. لكن لو في نسبة ضرر هشوف نسبة الضرر دي قد ايه. لو الضرر اكتر من النفع، لو القرار في حياتي مش هاخده خلاص. لا، هو ده المواطن الاستراتيجي. المواطن الاستراتيجي ازاي اخد القرار اللي انا شايفاه صعب عليا وما اقدرش انفذه، ازاي اخده برحابة صدر علشان البلد، عشان مصر، عشان يعني المصلحة العليا. بالظبط. ألف باء عندي كمواطن يا مصر. صحيح. طيب أستاذة ميسة، يعني برضو حضرتك في المجال الطبي أصلا، واحنا عندنا اكتر المشاكل اللي يمكن حتى من شويه لما كانت الدكتوره ناديه بتكلمنا قالت انه كتير من السيدات عندهم الكانسر، يعني مشاكل الكانسر ده تحديدا او سرطان الثدي ده تحديدا من الحاجات اللي بتؤرق كتير من السيدات. فبشكل عام صحه المراه عندنا في بلدنا، يعني ربنا يحفظ الجميع لو ما فيش كانسر، لكن ابسط الامور بالله السيدات والفتيات كلهم بيعانوا من الانيميا، من سوء التغذيه، من شويه ضغط، يعني عندنا مشاكل صحيه كتير جدا. فانتوا اكيد ممكن تفيدوا برضو في هذا الجانب. فعلا هو عندنا احنا مستشفيات جامعه عين شمس تبع الجامعه، فبيبقى في دورات في الجامعه يعني لتعريف الحاجات دي والتوعيه للبنات الصغيرين، ازاي اسلوب الاكل نفسه طبعا اختلف عن الاول. فده بيأثر على كل حاجه في الجسم. ان الاكله الصحيه الموجوده في البيت اللي احنا كنا بناكلها زمان ما بقتش موجوده دلوقتي، كله بقى الوجبات السريعه، الحاجات الجاهزه، التكاوي في الشارع، فكل ده بيأثر على الجسم وبيبوظ الاجهزه اللي جواه. فالمفروض ان كل بيت يحاول يرجع للاكل في البيت. كلنا بنسمع الكلام دوت. يعني انا نفسي ان احنا نتخطى فكره الندوات. مش عارفه، يمكن الندوات دلوقتي ما بقتش بتحقق الهدف الخاص بالتوعيه بشكل كبير، لان يعني بتعرف او ملهاش يعني ملهاش تاثير قوي. يعني ممكن يخرجوا من الندوه على السندوتشات على طول يعني. هم في البريك يعني. في البريك هم للاسف الشباب بقى ليهم تفكير مختلف. ليهم حد عايز ينزل، اللي بيتكلم معاهم ينزل لمستواهم، يعرف ازاي يوصل لهم، يعرف يتفاهم معاهم. هي دي الفكره. لو حد قدر يوصل لمفاتيح الشباب هيعرف يقنعهم. يعني زي ما اماني انتوا معاكم شباب كتير في الرابطه؟ طبعا معانا. زي ما هي اماني قالت ان احنا في الاكاديميه اتعلمنا ازاي تعرفي تخاطبي كل المستويات وكل الناس، تعرفي تتكلمي معاهم. لو قدرتي توصلي لده هتعرفي تقنعيهم. تمام. طب دكتوره رشا، ادينا فكره عن الاعضاء. يعني كلكم سيدات ولا لا فينا رجاله طبعا. لا فينا رجاله. فينا رجاله. ممكن يعني في ناس بقى من عندي انت عايزه مثلا ممكن نقول في تامر مثلا معانا ماسك المدير التنفيذي ده في البتروكيماويات، بس للاسف هو اعتذر النهارده. ده ماسك مدير عام في مشروعات البتروكيماويات، ماسك شركات البترول كلها. فيعني راجل للاسف يعني انتوا كمان حريصين ان انتوا يبقى عندكم تنوع بالظبط. احنا عندنا تلاقي قادة مثلا من الناس العسكريين اللي هم طلعوا معيش، هتلاقي موجودين، هتلاقي شباب موجودين، هتلاقي صحفيين موجودين، هتلاقي كله من جميع فئات الشعب. احنا موجودين. جميل. احنا بصي احنا عملناها تنوع في متنوع يعني في المهن ومتنوع في الاعمار. في الاعمار على اساس ان احنا ما يبقاش بس احنا ولا ده احنا كله بقى كل الفئات موجوده. يعني خليناها ان احنا تبقى مين الانشط بقى؟ بتلاقوا مين الانشط؟ ولا انتوا المخ وهم العضلات الشباب بينفذوا ولا ايه؟ هو
احنا تيم ورك مع بعض، يعني مجموعه مع بعضها بنشتغل مع بعض، بنفكر مع بعض، بنشتغل يعني عارفه على ارض الواقع. اللي بيبقى مش عارف مثلا يبقى يعمل حاجه، التاني بيبقى بيلحقوا على طول عشان يخلص الحكايه دي. او الخاصه اللي احنا بنعمله، المأموريه اللي بنعملها، او لو وضبنا مؤتمر بيبقى كله بقى بيساند بعض. طب ايه اهم الاحداث بقى اللي انتم مريتوا بيها خلال العام ده؟ بصي احنا خلال الاحداث اللي احنا عملناها احنا عملنا كذا حاجه. احنا مثلا لما رحنا الكاتدرائيه، اجيب لك بقى احنا رحنا الكاتدرائيه لما حصل موضوع ليبيا ال21 المسيحي اللي تم للاسف ذبحهم. احنا رحنا عزينا البابا في الكاتدرائيه، رحنا قناه السويس طبعا مع ساعة الافتتاح، وقبلها كمان احنا رحنا عشان نبين للبلد لما حصل موضوع تنشيط السياحة، ضربت السياحة، احنا طلعنا الهرم، ما طلعناش بس لمجرد الوقفة، احنا عملنا عشان ان احنا نتكلم مع الاجانب وتنزل على الموقع ننشرها بره ان لا بلدنا فيها ناس. وفعلا الاجانب كانوا، انا مش عارفه اقول لك الاجانب كانوا معانا ازاي، كانوا بيتكلموا، كانوا بيقولوا يعني تحيا مصر زي ما احنا ما بنقول. يعني لا متفاعلين. جميل. لا متفاعلين. طيب اسال اماني، يعني التواصل فعلا مع وسائل الاعلام ومع مواقع التواصل كمان اللي كانت لسه الدكتور بتقول، يعني انتوا عندكم صفحات بتوصلوا انشطتكم من خلالها، اهميه دوت ايه، وشايفه ان هو تاثيره بيوصل لقد ايه؟ لا هو تأثيره طبعا احنا تقريبا شباب، وتقريبا بقى كل الاعمار دلوقتي قاعدين، حتى لو اللابتوب مش موجود او الجهاز الموبايل بقى في الفيسبوك طول، حتى وهو قاعد في الشغل في اي بريك 5 ثواني على طول. فطبعا التأثير قوي جدا. والحمد لله الصفحة عندنا يعني فيها نسبة كبيرة جدا، يعني العدد كبير قوي موجودين على كل الناس اللي بتتابع الصفحة بتاعتكم موجودة معاكم في الرابطة، ولا في ناس ممكن عن طريق يعني الصفحة دي تنضم إليكم أيضا؟ ما هو فعلا هو في إمكانية من خلال الصفحة إنه اللي عاوز ينضم لينا بيبعت لنا انا عاوزه انضم، فبنقول له طريقه الانضمام للرابطه ايه. وطبعا احنا الف بقى عندنا مصر، يعني مش يعني اللي يحب مصر يعني على مصر يتفضل ينورنا في الرابطه، ينورنا في اللي مش هتحب مصر هويه خلاص. يعني لو انت فيك حاجه كده شكرا، خليك بعيد خليك بعيد. احنا هنا مجموعه، لا يعني احنا هنا مجموعه بنحب مصر، حابب تنضم اتفضل معانا. وبعدين هو بيبقى باين كمان، لان احنا بندخل على الصفحه بتاعتهم وبنبتدي نشوف يعني انتوا كمان بتقيموا الناس اللي جايه، مش اي حد تقبلوه يعني. لا انت ممكن يبقى داخل معاكي في الصفحه حد مش كويس او حد فيه حاجه، فتبقى ده بيبقى راجع مش حلو لينا، جايين جواسيس بقى فاحنا بنبوست وبتاع وحاجات. عايزه اقول لحضرتك ان احنا عملنا حفله اخيره طبعا بمناسبه يعني بنعزي كل الشهداء بالنسبه لبكره كمان 9 احنا عملنا حفله كانت احنا الدور الشعبي بقى بتاعنا، يعني الحاجات الاخيره اللي احنا عملناها، احنا عملنا حفله لتكريم شهداء الجيش والشرطه، الدور اللي احنا حاسين ان احنا لازم احنا اللي نكرمه، يعني شعب مصر هو اللي بيكرم. فعملنا الحفله وكرمنا اسر شهداء شرطه وجيش، وكان مش قادره اقول لك احساسهم قد ايه كان رائع، ان احنا يعني ان مصر او شعب مصر هو اللي بيكرم، مش قادتهم هم اللي بيكرموا، لا ده شعب مصر واحنا اللي بنكرم، يعني الشعب المصري هو اللي بيكون. طيب استاذه ميسه، خلينا برضو يعني نعرف انتوا ايه القضايا اللي انتوا حاطينها يعني كاولويات ليكوا في الاهتمام داخل الرابطه. يعني انتوا حاطين اهداف معينه اكيد، وعندكم امل في ان انتوا تساهموا او تساعدوا في ان انتوا تحلوا مشاكل معينه في المجتمع. ان شاء الله احنا عاملين مبادره مع رجال الاعمال عشان حل البطاله. ان كل رجل اعمال ان هو يحاول يجمع مجموعه من الشباب، وليكن مثلا 10 شباب، يعملوا مشروع صغير بنفس التخصص اللي هو بيشتغل فيه، عشان ما يبقاش بعيد عنه ويبقى فيه تشتيت ليه، ويبقوا تحت رقابته وتحت يعني مسؤوليته لغايه ما يكبروا ويوصلوا يبقى ليهم مشروع خاص بيهم. دي مبادره احنا عاملينها، وفي ناس كتيره انضمت ليكم كرجال اعمال يعني. طبعا احنا يعني عندنا شباب طبعا الاكثر مجموعه الشباب الاكثر، وان شاء الله رجال الاعمال معانا يعني اكتر من حد، وبنرحب باي حد يتواصل معانا. ان شاء الله ربنا يسهل، بنحيث ان احنا
نحاول نقف مع الشباب الخريجين اللي هم مش لاقيين فرصة. احنا كمان دلوقتي بقى عندنا مشاريع كتيرة قومية، يعني اعتقد ان فرص العمل بدأت فتحت ابواب كتيرة طبعا. فلو يعني لو كل واحد يساهم هيبقى حاجة يعني حاجة بسيطة بالنسبة له، مش هتفرق مع رجل الاعمال الكبير، بس في نفس الوقت هتفرق مع الشباب الصغيرين، هيحس ان هو بيشتغل، هيحس ان هو ليه دور، وهيحس بوجوده في الحياة. بس وان شاء الله هنعمل عشان عيد الام باذن الله هنكرم امهات الشهداء، هنحاول نوصل لهم لمسه بسيطه كده، نقول لهم ان احنا معاهم، ان مصر مش ناسياهم ولا ناسيه اولادهم. باذن الله دي اقرب حاجه هنعملها، وان شاء الله ربنا يسهل اي نشاط هنلاقي ان هو بيدعم مصر وبيقف معاها في الدور اللي بتقوم بيه هنعمله. طيب احنا عشان بس على ذكر كلامنا عن البطاله، احنا معانا تقرير هنخرج نشوف هذا التقرير. راي الشارع المصري ايه في الدور اللي ينبغي على مؤسسات المجتمع المدني ان هي تقوم بيه كدور مساعد او مساند لمؤسسات اخرى في محاربه او في القضاء على البطاله. نشوف معاكم. لابني وابنك وعجبني انك مشاركني بتبني معاك. طبعا المجتمع المدني له دور كبير في القضاء على البطاله، من خلال كل فرد عليه دور، مش الحكومه كلها هي تتحمل كل حاجه، لا الفرد المفروض عليه دور كبير من خلال مشروعات الشباب. اي مشروع من المشروعات ديت ممكن يشغل عدد من الشباب، وبالشكل ده هنساعد الحكومه في القضاء على البطاله. والله شايف ان هو ممكن رجال الاعمال والجمعيات دي تتيح فرص عمل للبطاله، بحيث ان هم مثلا بيعملوا مصانع جديده وشركات، فهم بيخلقوا فرص عمل للشباب، فالحاجات دي بتساعد ان هي البطاله ما تبقاش موجوده. فهم رجال الاعمال هم ماسكين الاقتصاد بتوع البلد، فهم يقدروا ان هم يجيبوا شركات ويعملوا شركات ويبنوا مصانع بتوفر فرص عمل للشباب وتقلل من حده البطاله. يعملوا مشاريع للشباب تمام، ويشغلوا كل واحد مكانه، يعني البشمهندس يشتغل بشمهندس، والخريج كليه التجاره يشتغل في مجاله. يعني ان احنا عندنا هنا في البلد اللي الناس بتتخرج من كليات بيشتغلوا في مجال تاني. نقضي على البطاله في حاجات كتير قوي، في عوامل كتير للقضاء على البطاله، مش شرط ال 2%. يعني مثلا احنا لو جينا اخدنا عملنا زي صندوق يتبنى بيه مصانع بعد كده، او للقضاء على ايدي، يعني الايدي العامله كتير في مصر، بس احنا طبعا ما فيش اي حد بيشتغل في مجاله دلوقتي. يعني نقول المجال المعين ان انا مثلا لو خريج جديد يبقى الاقي فرصه مبادره ان انا اعرف اشتغل فيها، بس مش اكتر من كده. المشروعات اللي هي الصغيره اللي اتكلم فيها سياده الرئيس، نساعد فيها الشباب بقروض ميسره، زي ما سياده الرئيس ما قال بتقل عن 5% على المدى الطويل، ويكون في مساعدات وفي متابعه للمشاريع مع فنيين واستشاريين من الدوله، ومع مهندسين مسؤولين ومنفذين مشاريع، وتبقى المشاريع يعني ايه من اللي هي المشاريع اللي هي المحدوده وسريعه الدخل واعمالها سريعه. رجال الاعمال عندهم العديد من الشركات اللي هم يقدروا من خلالها ان هم يفتحوا ابواب كتيره من التجاره للشباب، ان هم يقدروا يفتحوا فرص العمل ليهم، مش اكتر ولا اقل من ده. في صحراء كتير في مصر، صحراء كتير في مصر، ممكن مثلا يبنوا مصانع تشغل الشباب دي. لو جات لي اي شغلانه اكيد بشتغل، يعني عشان ما اقعدش في البيت. طبعا لازم ابقى شغال علشان اعرف اصرف على نفسي، علشان اكون نفسي، عشان اعمل حاجات كتير يعني. اكيد طبعا هشتغل اي شغلانه، شغلانه بس تكون برضو قدر الامكان تناسبني يعني، بس ان انا افضل عضل ده صعب يعني. عارفين مصر عايزه ايه؟ عايزه عمال في المصانع ما يناموش، عايزه لما التاني ابني تشوف 90 مليون في ابني، عايزه الكل يشيل جميلها ما ينساهوش.
الحقيقه يعني الجميل في هذا التقرير ان احنا شفنا قد ايه انه في شباب كتير، يعني دول نماذج يعني قليله جدا، لكن احنا عندنا زيهم كتير عايزين يشتغلوا، مش عايزين يقعدوا في البيت. يعني شايف نفسه ان هو يعمل اي حاجه بس ما يقعدش في البيت، لكن في المقابل في ناس تانية مش عايز تعمل اي حاجه، هي عايز تعمل حاجات معينه، يا كده يقعد في البيت. يقعد في للاسف. هو الرئيس طرح، كان لو حضرتك تفتكري، طرح المبادره اللي هي بتاعت قناه السويس، انزل اشتغل. انزل. ناس كتيره راحت، بس في ناس قالت لا اصل لازم ابقى انا خريج كذا، يبقى لازم اديني وظيفه، اديني وظيفه في كذا. طب ما لا، بس ما انت بتطلع بره وبتشتغل بره، بتشتغل في بنزينه، بتشتغل كل اللي انت، كل المهن اللي احنا بتيجي تقول على مصر لا، طب ما بلدك اولى. اشتغل وفي شغل كتير جدا جدا جدا، بس يعني ابتدي. صحيح. هي احنا كمان عايزين هنا في الجزئيه دي تحديدا اماني، يمكن ده دورنا بقى، ان احنا لازم نخلي الناس تعرف انه اي شغلانه في الدنيا الواحد هو اللي بيديها قيمه. يعني انا اللي ازاي اخلي نفسي عندي قيمه وانا بعمل الشغلانه دي، واضيف لهذا العمل قيمه كبيره في المجتمع. يعني بلاش النظرات السطحيه عندنا انه فلان ده بيشتغل رئيس يبقى هو ده اللي صح، وده بقى اللي اقل منه يبقى ده مش كويس. يعني لا، مفيش فرق بين حد كبير وحد صغير في الشغلانه الا اذا كان بيشتغل صح. وده اللي بيحصل بره. يعني في شاب كان بيقول انا خريج مش عارف تجاره وما ينفعش اشتغل غير تخصصي. طب حضرتك لو سافرت بره، يعني في طبعا ناس كتير قوي سافروا بره لانه ما فيش شغل في مصر. اي حاجه هيقولوا له عليها هيشتغل. طب افرض حضرتك بقى رحت اشتغلت في اوتيل بتغسل صحون، ده افضل ولا تقف عامل في بنزينه في بلدك؟ تشتغل عند الغريب، يعني سوري، يعني بنقولها كده مرمطون، افضل ولا تعمل حاجه لبلدك؟ ما هو بقى جوه بلده لازم احنا كمان نظرتنا ليه تتغير. لما يقف يشتغل في بنزينه، لما يقف يشتغل في ريستوران، لما يغسل لازم احنا نظرتنا ليه برضه. ثقافه المجتمع كلها لازم تتغير. لان احنا عندنا للاسف ثقافه ان جه بنتك عريس وراح مثلا هيشتغل في كذا، في صحون، في كذا، لا ده انا عايزه الشهاده، عايزه يكون عامل ايه، عايزه الشبكه كذا. فدي مشكله للاسف. الثقافه بتاعتنا لازم تتغير، لازم تغيري ثقافه مجتمع من البدايه. وده برضو احنا شغالين عليه في الرابطه، ان احنا نحاول نغير ثقافه المجتمع شويه بشويه، انه لازم يبقوا في وعي. صحيح. ودي مرحله، يعني اكيد اللي مش خريج هندسه هيفضل طول عمره بيشتغل، دي مرحله من حياته، بس يبتدي عشان تجيله فرص ان شاء الله، عشان تجيله فرص بعد كده. لانه لو ما ابتداش خلاص العجله هتقف بيه ومش هيقدر. لكن لو ابتدى وفشل ونجح، وهيلاقي غصب عنه النجاح هيجي وهيتنقل للشغلانه وهيجيله الشغلانه اللي عايزها. طيب برضو انتوا هل في تنسيق بينكم وبين مؤسسات اخرى، يعني سواء كانت حكوميه او برضو مؤسسات المجتمع المدني، يعني في تنسيق بينكم وبينهم؟ ايوه طبعا الحمد لله. احنا بنروح ما بنعمل اي نشاط بنعمله، بنروح للاجهزه الحكوميه، بنلاقي بصراحه يعني الناس بتتعامل معانا وبتسهل لنا كل اللي احنا عاوزينه، لان احنا بنشرح احنا عايزين ايه واحنا بنعمل ايه. احنا مش عايزين تسهيلات، احنا عايزين يساعدوكم في ان انتوا تنجزوا مع بعض انجازات. ما هي يعني تسهيلات في، يعني انت عارفه الجهاز الاداري في الحكومه كله اجراءات معقده. فهي التسهيلات بتيجي من كده، ان هو المسؤول اللي احنا بنروح له بيحاول يسهل لنا الاجراءات دي. تمام. عشان نقدر نوصل ان احنا نعمل الحاجه اللي بنبقى مقدمين ان احنا نعملها. فدي يعني زي ايه؟ ادينا امثله، يعني زي ايه؟ يعني زي الحفله اللي احنا عملناها اللي هي بتاعت شهداء الجيش والشرطه، كانت بمناسبه احتفالات يناير. طبعا دي يعني كان ليها اجراءات طويله. بس لا بص دكتور رشا، يعني انا عايزه مثلا احنا المفروض ان احنا عندنا ماراثون كبير المفروض هيتعمل، وده احنا عايزينه فجاه لمصر كلها، لان يعني هيبقى خاص بتكريم شهداء، وهيبقى يعني عايزين مصر كلها تصحى تقول للناس افتكروهم، يعني افتكروهم. فمثلا وزاره الشباب بصراحه يعني مقدمه لنا كل الدعم، ان احنا مش تسهيلات بقى، بتشارك. يعني وزاره الشباب طيب، لكن مثلا هل انتوا حاولتوا تعملوا تنسيق بحيث ان انتوا مثلا تساهموا في موضوع حل مشكله الاميه، ان انتوا توصلوا للناس في قرى وفي اماكن بعيده، متسربات من التعليم دول تشوفوا لهم حل؟ بدأنا مع المحافظات، والناس بصراحه كانت يعني عندهم استعداد، بس طبعا يعني
بتاخد وقت شويه، لكن الامور يعني احنا ماشية. نفسنا انه بشكل عام المؤسسات المجتمع المدني دورهم يتخطى فكره صح. ان احنا نعمل ندوات ومؤتمرات ونساعد في ان احنا نرسم بسمه او مجرد كلمتين وخلاص. لا بالزبط. احنا ما عندناش ده، احنا بننزل على ارض الواقع بنشتغل، احنا مش هنقعد، احنا ما بنقعدش، احنا خصوصا انتوا معاكم بقى يعني متنوع يعني بالظبط، احنا ما بنقعدش، احنا ممكن تلاقينا في كل حته وفي كل مكان، احنا متواجدين. احنا حتى طلبنا نروح نقول لهم احنا طب يلا نروح المرأة العريشيه، احنا عايزين نروح هناك لان المرأة العريشيه محتاجان حلايب وشلاتين. يعني المرأة هناك اكتر دور بيتهيألي مؤسسات المجتمع المدني ده ممكن تلعب عليه فكره التواصل مع الاماكن البعيده اللي احنا ممكن مش بسهوله بتوصل ليها كل زي حلايب وشلاتين. ما انت عندك المرأة هناك يعني للاسف المراه هناك قايمه على الزراعه فقط، او زي رعاة البقر بس فقط للغير وبس. انت ما عندكيش وعي هناك، وعي هناك، ما هماش عارفين اي حاجه، لانه التواصل الشخصي كمان يا اماني بيبقى له تاثير مباشر وتاثير سريع بالظبط، لانه اكتر من حتى وسائل الاعلام او يعني المباشر دوت بيبقى تاثيره اقوى. ما هو اقوى شيء فعلا انك تتعاملي يعني الناس تحس ان انت بتشتغلي معاهم بالايد، يعني ايدك بايدهم. لكن طبعا احنا بنحاول من خلال الاعلام من وراء الشاشه بنتكلم، من خلال الورق والجرايد يعني بنتكلم، لكن فعلا تفعيل الموضوع على ارض الواقع بيبقى احسن وفايدته بتبقى اعم، وده هيخليكم كمان تكتشفوا مواهب كتيره ونماذج يعني ناجحه كتيره قوي في المجتمعات دي بالظبط. وده فعلا يعني ده فعلا حصل. وكمان اللي بيستفيد من دعمنا ليه او تشجيعنا ليه بيوصل المعلومه للاقرب منه، فتبقى الدايره بتتسع وفي نفس الوقت بيبقى فيه مصداقيه. وده برضو هيساعدكم في الحته الصحيه يعني لانه برضو الاماكن البعيده دي مليانه مشاكل صحيه حدث ولا حرج، ويكفي ان انتم ممكن تساعدوا في حل القضيه السكانيه يعني في ان انتم برضو تعملوا الوعي ده لانه المناطق دي فعلا الناس بتخلف حتى، والمشكله دلوقتي الناس بتخلف كتير ومش بتهتم بالتربيه طبعا لان هو ما عندوش، هو امكانياته محدوده، فهو يا دوب هو عايش يعني على القد زي ما بيقولوا. فاحنا ان شاء الله التحرك بتاعنا اسهل كتير من المسؤولين، لان المسؤول بيبقى مقيد بحاجات معينه يعني هو ملزم بيها، لكن احنا ان شاء الله التحرك بتاعنا اسهل منهم بكتير. فباذن الله هنوصل للناس دي، وان شاء الله نبقى ربنا يوفقنا ونعمل معاهم حاجه ان شاء الله، خصوصا المراه ازاي نعرفها بدورها. يعني احنا شفنا لما مصر حسينا ان هي في ازمه كل الستات نزلت وحست ان هي ليها دور، فده احنا عايزين نعلمه للبنات الصغيرين ان هي تبقى وقت الخطر حاسه ببلدها وحاسه بقيمتها، لازم تبقى حاسه ان هي ليها دور عشان تقدر تشارك. اكيد. يعني انا طبعا انتوا كرابطه قلب الوطن قلب مصر نموذج صغير لمؤسسات كتيرة جدا في بلدنا، واحنا مش عايزين يبقى العدد كتير والانجازات قليلة، لكن احنا عندنا امل ان كل ما يزيد العدد كل ما الانجازات تزيد، كل ما الاهداف اللي بتتحقق تبقى اكبر واعظم من لما بيكون مجموعة صغيرة هي اللي بتفكر. اكيد كل ما هنزيد في العدد ونفكر اكتر هنطلع عندنا حاجات كتيرة حلوة في بلدنا. أنا بشكر ضيوفي دكتورة رشا خاطر المنسق العام لرابطة قلب مصر، وهي طبعا زميلة لينا في قناة ربنا يخليكي، ميرسي جدا جدا وميرسي على الاستضافة الحلوة دي. شكرا ليكي. وكمان أستاذة أماني سعد الدين سالم الصحفية وسكرتير عام الرابطة. أهلا بحضرتك. شكرا ليكي. وأستاذة ميسة علي الدين محمد مدير عام في مستشفيات جامعة عين شمس ونائب المنسق العام للرابطة. شكرا أهلا ليكي، متشكرة جدا على الوقت الجميل ده، ودايما التلفزيون المصري منور مصر يا رب، ومنور بيكم ومنور بكل النماذج سواء فتيات او سيدات مصريات ايقونه العمل الوطني عظيمات مصر زي ما قال عنهم السيد الرئيس. تحيه لكل فتاه ولكل سيده في هذا اليوم، وتحيه واجبه ايضا لكل شهيد. الى اللقاء.